السلام عليكم، شلونكم متابعين الاعزاء؟ شلون الصحة الاحوال؟ اليوم عندنا ثواب الهريسة. هنا عندنا لحم. طبعا انا خليت بالجدر شوية مي قليل، حمسته وبعدين سلقته نص سلقة. خوش حكي. وراح اضيف الحبية فوقها. الحبية انا منقعها ساعتين، اقل شي ساعتين، اقل شي ساعتين. شوف اللحم هنا نص استاو، يعني فوق النص استاو. هنا راح اضيف له الحبية، بس شنو ورا ما اخلي المي يصير حار يعني. هنا عظامهم عندي 20 كيلو حبية، وهاي تقريبا 10 كيلوات لحم. خوش حكي. وهسه راح اجيكم بالتفاصيل الباقية ان شاء الله. مثل ما قلت لكم الحبية عندي 20 كيلو، ولازم المي مالتها يصير اكثر. ليش؟ لان هذه الحبية تنفش، يعني شلون تصير ثخينة بعدين بالاخير. خوش حكي. هذا مصفى ذرنا، وهذا المصفى الثاني. انا منقعها ساعتين، فوق الساعتين تقريبا. شوف شلون صايرة. اكو غير طريقة قبل يجيبونها. شوفوا، منقعها ساعتين تقريبا. هنا راح اضيفها واظل احرك بيها تحريك مستمر هنا. وانا جهاز درخ ما عندي، لازم بالمدراخة. اكو الاجهزة شايفين الكهرباء هسه نازلة بالسوق او الماكينة، وعندي هذا التفجير اقلب بيه. بالبداية كل شوية، بس بعدين مش شوية تدخل، لا لازم اظل احرك بيها لين تلزق صراحة. بس راح تجيكم باقي المكونات ان شاء الله. هنا عندي كيلو جوز ولوز، هذا هم كيلو دارسين طبعا. والزبد هنا 3 بواكيت. وهاي كيلوين دهن حر. وهاي 7 لترات حليب كامل الدسم. خوش، هذا كامل الدسم. وعندي هاي 5 شيش مال حمص. طبعا هذا فرغه وغسله نظيف من المواد الحافظة. تابع طريقة الشرح. اكو بعضهن ما صورتن الصراحة يعني، بس زين المكونات كل راح اضيفهن بالهريسة. خوش حكي. تابعوا انا طريقة الشرح تدللون علينا. طبعا هنا شوف قامت تدخن شوية شوية. هنا بعد ما اعوفها. خوش، اظل احرك وانص النار عليها زين. هنا من انص النار عليها مو فد نوب، يعني نص استاو. شوف هنا الزبد ضفته، هاي 3 بواكي زبد. طبعا هاي الطريقة ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله. طريقة مرتبة وحلوة ونظيفة وشغل درجة اولى. جربوها ان شاء الله ما تخسرون، جربوها. طبعا الزبد اخليه موع. شوف هاي 3 بواكي زبد، لا تتغيدون يعني، اهم شي زبد. واذا ماكو عادي انا عندي دهن حار، بس هاي شنو تنطيها ملمس، شلون تنقول تصير ناعم. هنا ورا ما مع الزبد اظل احرك بيه. هذا النخيط تشوفون هذا اللحم انهرس لين بالمدراخة جاي ادرخ بيه. هاي الطريقة احنا نقولها كبس. اكو جماعة يسوون اللحم واحد والهريسة واحد، وبعدين يدرخون اللحم ويضيفونه على الهريسة. طبعا كل من طريقته بالشغل. زين. هاي او توفر عليك الوقت، توفر عليك مثل الجداري همين، يعني هواي شغلات. هنا الصراحة شوف ضفت اللوز وبعدين الجوز. اللوز ما صورته صراحة، ليش اقول لكم بعدين. هاي قدام، شوف التصوير قدامكم موجود. اضيفن اثنيناتهن. هاي تقريبا ما تنقول صار استواها نص تقريبا هريسة. شوف هذا اللوز والجوز اثنيناتهن، شوفوها قدامكم. اظل احرك بيها زين. طبعا من الدرخ المستمر. هنا ضفنا الحليب. ورا ما صار تقريبا شو اقول لكم 70% استواء مالتها، هالقد تقريبا. اضيف 7 لترات حليب على 20 كيلو. خوش، هذا حليب كامل الدسم. هذا ينطيها بياض ويخليها مثل ما قلت لكم. هنا اضيفن. طبعا هاي اضافة شلون ينطيها بياض، تصير بيضة. وهنا العفو نسيت اذكر لكم نوعية الحبية. النوعية اسمها المحبة مال موصل.
يعني كل سنة اشتغل منها الصراحة، درجة أولى وشغلها يعني مثل ما يقولوا تستوى على السريع. هاي العملية كلها دورين طولت عندي ساعتين و20 دقيقة تقريبا. هذا الدهن الحر كان جامد، ذبيته تيموع. وهذا الحمص غسلته مثل ما قلت لكم من المواد الحافظة. هذا بس خليه يموعن شوية سفرغن الدهن حر. هاي كيلوين. اكو جماعة يضيفونه بعدين ورا ما تستوي، يخلونه مثل واحد يضيفون، انا ضفتها وياها حسب رغبته بالمناسبة يعني الصراحة. وهي طريقتين يشتغلون اعتيادي ماكو اشكال. شوف هنا هاي الدهن الحر ورا ما ماع شوية مثل ما قلت لكم دريتها فوقه. طبعا الطعم هنا ما احكي لكم درجة اولى. زين ان شاء الله تجربونه وتعجبكم. واذا ماكو دهن حار هم اعتيادي. ها نبات ماكو دهن حار يعني بالمناسبة ما اريد احط وياها الزبد، بس انا هالمرة حاطن اثنيناتهم مثل ما يقول الشغل VIP. هنا اظل احرك بيها ابد ما اعوفها. نص النار عليها تنقول ربع، مو كانت عالية بعدين سويناها نص. هنا انزلها للربع واخليها. هاي تقريبا صارت 90% هيك استواها او اقل. بعدين نص النار عليها تقريبا فد 20 دقيقة خليها واظل ادرخ بيها، هم ما تلشع وهم تندرخ زين. طبعا شوف هاي المرحلة الاخير شي، والدارسين ما اضيفه وياه لان حسب الرغبة مثل ما قلت لكم. كل جماعة تحبون فوقها اخير شي بالاكل. طبعا اظل ادرخ بيها. شوف هاي كلها المواد تلابست هسه واظل ادرخ بيها درخ زين. وهذه يابا مثل ما قلت لكم الطريقة ان شاء الله تعجبكم. وهذا اللحم هم بيها شوف شلون انهرس. هذا الخيوط الاسود تشوفونها والجوزي هذا لحم زين. مثل ما قلت لكم 20 حبية 10 لحم زين، وكيلو جوز كيلو لوز و3 زبد و6 شياش 5 شياش حمص. لا تغيدون اكو حمص تلقونه بالبيت تسوون اعتيادي، و7 لترات حليب. طبعا راح اشوفكم الطريقة النهائية وش تحتاجون. انا بالخدمة كتبوا لنا بالتعليقات واكون لكم مملول، او تراسلوني على رقمي وتدللون. والف عافية. وهذا الطريقة النهائية شوفوها بعينكم شلون صايرة. والف عافية.